السلام عليكم طلاب جريد 7. النهارده ان شاء الله هنحل cumulative test 11 تحت عنوان geometrical transformations. السؤال الأول: Which of the following is the image of the point -3 and 7 by reflection in the x-axis؟ احنا كده بنعمل reflection فين؟ على ال x-axis، يبقى هنكتب عليها كده keep x، يعني هنسيب ال x زي ما هي وهنعمل 2 brackets تحتيهم كده. هنكيب ال x -3 زي ما هي ونعمل change لل y هتبقى -7. يبقى الانسر letter B. السؤال التاني: What is the image of the point 4 and -3 by reflection in the x-axis followed by reflection in the y-axis؟ الرeflection هنا اتكرر مرتين. أول reflection in the x-axis وبعديه على ال y-axis. reflection in the x-axis يعني هنكيب ال x نسيبها زي ما هي. فال 4 and -3 هنكيب ال 4 زي ما هي ونعمل change لل -3 تبقى +3. ده كده أول reflection. تاني reflection على ال y-axis، وطالما قال لي followed by يعني هنكمل على الريفليكشن اللي فات. reflection in the y-axis يعني هنكيب الايه؟ الواي. الواي هنا 3 هنسيبها زي ما هي ونتشنج الاكس هتبقى -4. يبقى الإجابة -4 and 3 A. another solution: لو أنا عندي x و y وقال لي هنعمل reflection in the x-axis followed by reflection تاني على ال y-axis، الإجابة مختصرة هنغير ساين ال x ونغير ساين ال y. فلو أنا عندي 4 and -3 وحصل لها reflection in the x-axis followed by another reflection in the y-axis، الإجابة هتكون ال 4 تبقى -4 وال -3 تبقى +3. الإجابة برضو letter A. السؤال الثالث: If the area of a square is 72 square meters, then what is the length of its diagonal؟ طالما ذكر كلمة diagonal يبقى نكتب القانون اللي فيه الدياجونالز. area السكوير equals half d1 d2 والdiagonals في السكوير are equal، فd1 والd2 are equal، فنقدر نقول إنها d باور 2 كأنها d times d اللي هي d باور 2. هو مديني الاريا ب 72، هنكنسل ال a ونكتب مكانها 72 equals half d باور 2. ال 2 هنا في الديفايد ممكن تروح الناحية التانية بالتايمز، فهتبقى 2 times 72 equals d باور 2. يبقى ال d باور 2 equals 2 times 72 اللي هي 144. By taking the square root for both terms هنلاقي إن ال d equals 12 meters. يبقى الإجابة letter A. نروح للسؤال الرابع. x plus y all to the power 2 equals 18 and xy equals 4. Then what is the value of x power 2 plus y power 2؟ أول حاجة هنفك البراكت ده. الباور 2 هينزل على x فهتكون x to the power 2. الباور 2 هينزل على y فهتكون positive y to the power 2. ناقصني الميدل تيرم. الميدل تيرم بيجي عن طريق هنضرب الفيرست times السكند times ال 2، يعني 2 times x times y اللي هي positive 2xy اللي كل ده equals ال 18. هو مغششني هنا وبيقول لي لو لقيت x و y شيلها وحط مكانها 4. طب ما في x و y هنا يبقى نقدر نشيلها ونحط مكانها 4. فالإيكويشن بقت x باور 2 بلس 2 times 4 اللي هي 8 بلس y باور 2 equals ال 18. هنودي ال 8 الناحية التانية بالماينس هيبقى ال x باور 2 بلس ال y باور 2 equals 18 minus 8، يعني ال x باور 2 بلس ال y باور 2 equals 10. يبقى الإجابة letter D. السؤال الخامس: Which of the following points remains the same when reflected in the y-axis؟ remains the same يعني هتفضل البوينت زي ما هي، هتفضل زي ما هي لما نعمل لها reflection على ال y-axis. الرeflection على ال y معناها إن احنا هنكيب ال y ونتشينج ال x، فال y-axis كده كده مش هتتغير، مش هتفرق معايا. فعلشان البوينت تفضل زي ما هي محتاجين إن ال x تكون بزيرو، علشان لما اجي اعمل تشينج للاكس هيكون زيرو يفضل زي ما هو. التشوز الوحيد اللي الاكس فيه بزيرو هو letter B، يبقى الإجابة 0 and 3. نروح للسؤال التاني. Draw the triangle ABC in the Cartesian plane ومديني ال A وال B وال C. عشان نحل السؤال ده طبعا محتاجين كراسة الرسم البياني. هنرسم الكوردينيتس الإكس أكسس والواي أكسس. ال A 1 and 2 1 and 2 هنسميها البوينت A. ال B 4 and 0 4 على الإكس و0 على الواي هنسميها B. ال C 4 and 4 4 and 4 هنسميها C. هنوصل البوينتس يبقى احنا كده كونا triangle ABC. بيقول لي then draw its image by reflection. فين الرeflection؟ in the x axis followed by reflection تاني in the y axis.
هنبدأ بالبوينت A بعديها B بعديها C. هنحسب أول reflection اللي هو على الإكس أكسس لل A وال B وال C. ال A اللي هي 1 and 2 لما يقول لي reflection in the X يعني هنكيب ال X. هنسمي البوينت الجديدة A dash B dash C dash. هنكيب ال X نتشينج ال Y. ال B اللي هي 4 and 0 هنكيب ال X ونتشينج ال Y. ال C اللي هي 4 and 4 هنكيب ال X ونتشينج ال Y. ال A dash اللي هي 1 negative 2 هنسميها A dash. ال B dash اللي هي 4 and 0 وبما إنها في نفس البوينت يبقى ال B dash وال B are the same. ال C dash 4 and negative 4. هنقفل الترينجل A dash B dash C dash. يبقى ده كده reflection across X axis. قال لي followed by a reflection in the Y axis. يعني هنكمل على ال A dash ونجيب منها ال A double dash. reflection in the Y axis لل A dash وال B dash وكمان ال C dash. الاسم الجديد للرeflection هيكون A double dash B double dash C double dash. in the Y axis معناها keep ال Y. هنكيب ال Y هنا ونتشينج ال X. هنكيب ال Y ونتشينج ال X. هنكيب ال Y ونتشينج ال X. نعمل لها represent ال A double dash اللي هي negative 1 negative 2. ال B double dash اللي هي negative 4 and 0 وال C double dash اللي هي negative 4 negative 4. هنوصل البوينتس ويبقى كده جبنا الترينجل A double dash B double dash C double dash. وبكده نكون خلصنا السؤال التاني. نروح للسؤال الثالث. Draw an equilateral triangle with a perimeter of 18 centimeters. Since the triangle is an equilateral يبقى therefore all of its sides are equal. Therefore السايد اللينث الواحد هيكون عبارة عن البريمتر divided by 3. البريمتر هنا هو ال 18 اللي هو sum of the 3 sides. هنقسمه على 3 sides تاني عشان نعرف السايد الواحد بكام. هيطلع السايد الواحد ب 6 سنتيمتر. هنحتاج الرولر والكومباس. هنبدأ بالبيس ألا وهي سايد لينث ب 6 سنتيمتر. يبقى احنا كده رسمنا البيس اللي هي ب 6 سنتيمتر. دي كده هي البيس واللينث بتاعها 6 سنتيمتر. باقي السايدز اللينث بتاعهم برضه ب 6 سنتيمتر. فسواء فتحت الكومباس على قد السايد لينث اللي انا رسمته او على الرولر كلتا الحالتين هيكون اللينث بتاع الكومباس ب 6 سنتيمتر. نحط سن الكومباس هنا كده وهنعمل ارك فوق اللينث بتاعه ب 6 سنتيمتر والناحية التانية نفس الكلام السايد برضه ب 6 سنتيمتر. هنعمل ارك تاني من نفس المنطقة. نقدر نوصل الفيرتيسز دلوقتي ونتأكد بالرولر إن اللينث فعلا 6 سنتيمتر مظبوط والناحية التانية السايد التاني 6 برضه سنتيمتر. يبقى احنا كده رسمنا الإيكويلاترال تراينجل اللي كل سايد من السايدز بتوعه ب 6 سنتيمتر. نروح للسؤال الرابع والأخير. Draw the rectangle ABCD. يبقى هنحتاج كراسة الرسم البياني. نفس الكلام هنرسم الإكس أكسس والواي أكسس. ال A اللي هي 2 1 ال B 2 and 3 ال C negative 3 and 3 ال D negative 3 and 1. هنوصل البوينتس يبقى احنا كده رسمنا الريكتانجل ABCD. بعد كده بيقول لي then draw its image by reflection in the x axis. الريفلكشن على الاكس axis يعني هنكيب الاكس. احنا معانا A و B و C و D. هنعمل لكل واحدة منهم reflection على الاكس axis. فالايمج الجديدة هتكون A dash B dash C dash D dash. ال A كانت 2 1 وال B 2 and 3 وال C negative 3 and 3 وال D negative 3 and 1. keep ال X change ال Y. keep ال X change ال Y. keep ال X و change ال Y. keep ال X و change ال Y. ال A dash 2 negative 1 2 negative 1 ال B dash 2 and negative 3 ال C dash negative 3 negative 3 ال D dash negative 3 negative 1. هنوصل البوينتس ويبقى كده خلصنا الريكتانجل A dash B dash C dash D dash اللي هو image triangle ABCD by reflection in the x axis. وبكده نكون خلصنا الكوميوليتيف تيست واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.